هل إبليس كان أول كائن يعصي الله؟ احنا متخيلين ان قصة العصيان بدأت مع ابليس، لكن الحقيقة انه في حاجة تانية حصلت قبل خلق ادم بزمان. لما بنرجع لآيات القرآن هنلاقي ان ربنا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. السؤال هنا، الملائكة جابوا منين الفكرة دي؟ مين اللي كان بيسفك الدماء قبل الإنسان؟ قبل خلق آدم الأرض كان عليها مخلوقات تانية، وكتير من العلماء والمفسرين قالوا إنهم ممكن يكونوا الجن أو مخلوقات بشرية قبل آدم، لكنها ما كانتش بنفس روحه وعقله. ممكن يكونوا أشبه بالبشر البدائيين، لكن مش بنفس القدرات العقلية اللي ربنا أعطاها لآدم. العلماء بيلاقوا حفريات لمخلوقات شبه الإنسان عمرها مئات الآلاف من السنين، لكن آدم مذكور في النصوص الدينية إنه كان أول إنسان مكلف بتشريعات إلهية. وفي دراسات جينية حديثة بتقول إن جميع البشر الموجودين حاليا جايين من شخص واحد عاش من 100 ل 200 ألف سنة، وده متطابق مع فكرة آدم كأب للبشرية. نرجع لموضوع العصيان. الجن أو الكائنات الأخرى اللي كانوا عايشين في الأرض فسدوا وسفكوا الدماء، فربنا أرسل جند من الملائكة علشان يقضوا على الفساد. هنا بدأت قصة العصيان لأول مرة، وكان في مجموعة من الجن أو الكائنات دي رفضوا أمر الله وحاربوا الملائكة، وده معناه إنه العصيان بدأ في الجن أو الكائنات الأخرى قبل إبليس، وكان في مخلوقات سبقت إبليس في التمرد على أوامر ربنا. إبليس نفسه كان واحد من الجن دول، لكن كان مختلف شوية. كان بيعبد ربنا بشكل كبير جدا لدرجة إنه ارتقى لمرتبة عالية وعاش وسط الملائكة، لكن أصله ما اتغيرش، وكان في بذرة الكبر جواه، والغرور خلاه يسقط بعد كده لما انطلب منه السجود لآدم. المعلومة اللي ناس كتير مش عارفاها، إبليس ما كانش أول عاصي، لكنه كان أول من تمرد بكبر وغرور صريح ضد أمر مباشر من ربنا. العصيان في الكون بدأ مع مخلوقات تانية قبل آدم، ولما ربنا قرر يخلق الإنسان الملائكة افتكرت اللي حصل قبل كده وقالوا: يا رب، هل هيحصل ده تاني زي اللي حصل قبل كده؟ لكن الفرق هنا إنه الإنسان عنده الاختيار، مش زي إبليس والجن اللي عصوا قبل كده بدون رجوع. الخلاصة، إبليس كان أول من عصى ربنا بالغرور، لكنه مش أول من عصى بشكل عام. في مخلوقات قبله وقعت في نفس الغلط، والمشكلة دايما بتبدأ لما المخلوق بيفتكر إنه أحسن من غيره. السؤال بقى، هل إحنا بنتعلم من الأخطاء دي ولا بنقع في نفس الفخ اللي وقع فيه إبليس؟